السلام عليكم. في يوم من الأيام وقبل أعوام حدث التالي. كان في بنت في إحدى القرى على مشارف الزواج. قرروا أهلها أنهم يسافروا إلى العاصمة عشان يشتروا لها الكسوة ومتطلبات وتجهيزات العرس. كانت هذه المرة الأولى التي تغادر فيها هذه الفتاة القرية، وترى فيها الطريق الأسود الزفلت اللي كانت تسمع به من بنات القرية. وصلت إلى العاصمة سعيدة لأنها شافت أشكال جديدة من الملابس والأشياء اللي ما كانتش موجودة في دكان القرية. وأثناء ما كانت بتشتري وتقلب البضائع بشغف وحماس، افترقت عن أهلها وضاعت في زحمة السوق. بكت المسكينة لأنها مش عارفة إيش تعمل. أول مرة تخرج إلى مدينة مزدحمة بالسكان، ما فيش معاها أرقام أسرتها فضلا أنه يكون معاها تلفون. وبينما هي في هذا الحالة المأساوية لقيتها واحدة طيبة وهدأتها وقالت لها خلاص نروح نعمل بلاغ في قسم الشرطة وتنامي عندي الليلة وغدا إن شاء الله يكون خير. في اليوم التالي وبعد البحث من قبل أهلها قدروا يوصلوا لها. نتخيل هنا أن نرى حرارة اللقاء ودفء العائلة تجاه ابنتهم الضائعة وغيرها من المشاعر الفياضة أنها ستكون سيدة الموقف. ولكن للأسف قام إخوتها بضربها وسحبها كالمتهمة إلى أحد المستشفيات حتى يتأكدوا ما إذا كانت لا زالت عذراء، بطريقة بشعة لا يقوم بها حتى الجلاد تجاه ضحيته. وصلت المستشفى وعينيها تفيضان بالدموع وعليها مظاهر الضعف والانكسار وقلة الحيلة أمام وحشية عائلتها. هذه قصة حقيقية. للأسف العشر سنوات الأخيرة خصوصا مع ثورة شبكات التواصل ظهرت أشياء كثيرة إلى السطح، فسمعنا قصصا تتعرض لها بعض النساء في مجتمعاتنا تشيب لها البلدان. وآخرها قبل أيام أحد الأزواج يقدم على حرق زوجته حية أمام أطفالها. أي وحشية هذه! والله لو كانت اقترفت كل فواحش الأرض فلا يحق له أن يخدش مقدار ذرة من جسدها، كيف بقتلها وحرقها؟ ما الذي يمكن أن تكون اقترفته هذه المسكينة من وجهة نظر قاتلها حتى يقتلها بهذه الطريقة البشعة التي لا يقبلها دين أو عرف أو أي نفس بشرية سوية؟ تخيل معي التالي: يأتي يوم تصبح فيه أنت وزوجتك حديث الساعة، الناس كلها تتكلم عن زوجتك، لكن هذه المرة بأسوأ ما تتخيل، اتهامات في عرضك في كل مكان. إيش بيكون تصرفك؟ تقتل زوجتك وتغسل العار، تقتل اللي يتناقلوا هذا الكلام. بالله حط نفسك في هذا الموقف لدقائق. تعرف أن هذا الموقف حصل لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد انتشار الشائعات عن زوجته عائشة رضي الله عنها لم يجعل زوجته تعلم بالقصة إلا في وقت متأخر لأنها كانت مريضة حينها. وبعد أن علمت من مكان آخر ذهب إلى منزل أبوها للقائها بعد أن طابت. وعندما وصل إليها ما قال لهاش أنت شوهتي سمعتنا بين الناس وجلبتي لنا العار، ولا أذاها ولا شيء من حركات السفاحين والقتل. لما رآها قال لها: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله وتوبي إليه. فردت عليه أنها لن تتوب عن ذنب لم تقترف وأنها واثقة من براءتها. وهنا توقف كل شيء، بل أن النبي خرج إلى الناس وقال لهم: ما بال أقوام يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق، والله ما علمت منهم إلا خيرا. حتى نزلت براءتها وعوقب كل من شارك في النيل من عرضها. هذه لم تكن حادثة عارضة يعني صدفة. هناك دروس كثيرة تؤكد أن المشاكل لا تحل بالكبرياء والعصبية ولا بالاتهامات المتبادلة، بل بحسن النية والاحترام المتبادل والتأني. خذ أيضا قصة هلال بن أمية رضي الله عنه عندما قذف زوجته عند النبي صلى الله عليه وسلم. شاف زوجته مع شخص آخر وراح كلم النبي، قال له النبي: البينة أو حد في ظهرك، تثبت كلامك أو تجلد، ما فيش لعب في الموضوع، هذا حكم الله قانون الدولة. فقال: يا رسول الله، إن قتلتها قتلتموني، وإن تكلمت جلدتموني، وإن سكت على غيظ. فظل النبي يكرر: البينة أو حد في ظهرك. فقال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله تعالى ما يبرئ ظهري. بعدها طبعا نزلت آية اللعان المعروفة: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى آخر الآيات. فأرسل النبي إلى هلال وزوجته. الزوج أقسم والزوجة أقسمت، وكل واحد مشى في طريقه. مش هكذا وبس، ثبت فيما بعد أنها كذبت وأن هلال كان صادقا، لكن النبي قال: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. خلاص نزل حكم اللعان وقضي الأمر. خلاصة الكلام: أولا أنه لا يحق للزوج أن يعتدي على زوجته حتى في أكبر الكبائر. هذه القصص وغيرها تبين لنا أن طريقة التعامل بين المرأة والرجل خصوصا الأزواج لا ينبغي أن تكون كالعلاقة بين العبد المأمور وسيده، وإنما بالعدل والود والرحمة. فغاية الزواج في الدنيا هو تحقيق السكن،
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الشيء الثاني، الدولة يجب أن تقف سدا منيعا أمام أن يتهم رجل زوجته دون بينة، ما بالك بضربها أو إيذائها وفي بعض الأحيان قتلها. الإسلام لم يحرم وأد المرأة فقط، بل حرم أيضا وأد كرامتها وشخصيتها. ولا ينبغي لامرأة مؤمنة ملئ قلبها بالعزة ونضج عقلها بالعبودية الحرة والخالصة لله أن تتعرض لما يسمى بالعنف، وأنها تسعى هي لرفعه ودفعه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. بل إن من تمام العبودية الخالصة لله أن النفس العزيزة المؤمنة كانت لرجل أو امرأة هي نفس يجب أن تتعبد الله برفع الظلم عنها وعن غيرها، بأن لا ضرر ولا ضرار، وأن الضرر لا بد وأن يزال. السلام عليكم.